اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. طبعا غيبة طويلة بس حقكم عليا بقى عشان الدراسة وكده، بس رجعنا لكم بقوة. يلا بينا بقى اقول لكم النهارده الفيديو ده هنعمل اقل من 30 حاجة في 30 يوم في رمضان. طبعا اول حاجة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وان شاء الله نخرج من رمضان دول مجبورين ومغفورين، ربنا غفر لنا كل ذنوبنا ومشحونين بكده بطاقة جبارة يعني بإذن الله. فدلوقتي الفيديو ده هو هدفه إننا نساعد بعض، أنا وأنتم نساعد بعض كده على حاجات أو عبادات نعملها حاجة في رمضان. مش شرط عبادات بس، ممكن حاجات كمان إن إحنا نعمل روتين في رمضان. فقررت ان انا اشارك معاكم الروتين اللي انا هعمله في رمضان. بس قبل ما اقول لكم اشارك معاكم الروتين، عايز اقول لكم على حاجتين. اول حاجه ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس روتينكم برضو، عشان عايز اعرف ممكن اخد منكم افكار، ممكن اخد منكم حاجات كتير. لان انا بصراحه ما عملتش 30 حاجه، انا عملت اقل من 30، لان انا ما جبت الافكار لقيت ما كملوش 30 حاجه، فقلت مش مهم برضو عادي يعني، مش هنقف، مش لازم 30 حاجه يعني. فالمهم ان احنا نعمل باللي احنا كاتبينه. فممكن تديني افكار زي ما انا هديكم افكار ان شاء الله في الفيديو ده، ونساعد بعض ونشجع بعض. طبعا هنشجع بعض كمان على الستوريز على الانستجرام. طبعا don't forget to follow me. تمام. تاني حاجة وعايز اقول لكم ان هي الفكرة دي اصلا شفتها بصراحة من فكرة، كان على اليوتيوب كانوا عاملين 25 حاجة نعملهم في 2025. فقلت واي نوت ان احنا نعمل 30 حاجة في 30 يوم في رمضان. فجت هذه الفكرة من هنا، عشان برضو نكون صادقين يعني الفكره جت منين. فيلا بينا نبدا الفيديو. ما تنسوش ان انت تعملوا لايك وفولو انستجرام وكومنت سبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا هتعملوها في رمضان. يلا بينا نبدا الفيديو عشان حاسس ان انا اتكلمت كتير جدا. فيلا بينا. تمام، هبدا هقرا من هنا عشان في حاجات كتير كتير وخايف انساها، فعشان اقولها لكم كلها. طبعا اول حاجه واللي انتوا المفروض تعملوها دلوقتي يا جماعه، واللي انا بحاول اعملها دلوقتي، وان احنا نفرح برمضان. بجد يا جماعه نحس باجواء رمضان ونفرح برمضان. زي الفانوس ده مثلا بيحسسكم باجواء رمضان، الزينه مثلا تعالوا برضه اجواء رمضان، تنزلوا تشتروا مثلا حاجات رمضان. فدي يا جماعه تحسسكم برمضان جدا. فليه ان انتوا ما تحسوش برمضان؟ ليه ما تفرحوش برمضان؟ ايه اللي مانعكم يا جماعه؟ مهما كان اللي مانعكم لازم تحسوا برمضان. زي ما كده بنفرح زي ما بنفرح بالفالنتاين والنيو يير والحاجات من دي، احنا لازم حقيقة نفرح برمضان، ونشغل كده اغاني بدون موسيقى ونشعل الفرحه كده. وبرده دي اللي هتعتمد برده عليها، او دي بقى هيكون سبب ان احنا نفرح بالعيد. زي ما بنفرح بده كله، ليه ما بنفرحش بالعيد يا جماعه؟ ليه بنحسس ان هو يا عيد بتاع خلاص يوم؟ لا يا جماعه، نحس بالعيد برده زي ما بنحس برمضان والاعياد التانية وايام بتبقى ايام في السنه. ليه ما بنفرح بيها ما عدا العيد؟ لا، احنا لازم نفرح بالعيد. فاول حاجه يا جماعه ان احنا لازم نفرح برمضان ونفرح بالعيد. تاني حاجة بقى ودي عايز أعملها، وإن هو الصلاة يا جماعة. أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني بنصلي الصلاة في وقتها، وفي ناس بتصلي الصلاة في وقتها. بس الناس اللي مش بتصلي الصلاة في وقتها تحاول إن هي تحافظ إن هي تصلي الصلاة في وقتها. طب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل حاجه تانية، وان انا احاول اصلي الصلاه كلها في المسجد. يعني بقدر الامكان ان انا اصلي الصلاه كلها في المسجد. وقلت ده يعني حاجه تشجعني ان انا اعملها في رمضان، ان انا احاول اصلي صلاه في المسجد. فالناس اللي مش بتصلي تبدا ان هي تصلي من دلوقتي، او ان هي تبدا ان هي تواظب ان هي تصلي. والناس مثلا اللي هي الحمد لله اللي هي مواظبه على الصلاه، حاول ان هي يا اما انها تصلي في المسجد، او انها مثلا تقرا بايات قرانيه جديده عشان خاطر ما تسرحش في الصلاه. فتبدا تعمل حاجه جديده فتحسسها اكتر بالصلاه، وان هي تحس كده الشعور الداخلي ده يا جماعه بالارتياح بعد ما تخلصوا. تاني حاجه وهي من السنه، من سنن النبي طبعا، وطبعا ده اللي احنا عارفينه في رمضان، وهو صلاه التراويح. طبعا يعني مش هقدر احكم على الناس تصلي ولا لا، بس انا لسه مصلي صلاه التراويح من 3 سنين 4. فهو مش عيب، ولكن هو تقربا الى الله يعني، تقترب اكتر من ربنا، وان انت تحيي سنه النبي. وكمان يا جماعه انتوا لما بتصلوا التراويح شعور تاني كده، تحسوا ان انتوا في حته تانية، وفي رمضان تحس بقى باجواء رمضان. فبرضه عايز ان انا اصلي صلاه التراويح الحمد لله نصليها كامله يعني. تالت حاجة برضو يعني احنا واخدين سلسلة الصلاة، وهي صلاة القيام أو صلاة التهجد. هو صلاة القيام هي تعتبر برضو التراويح من صلاة القيام، لكن بقى في اللي هي الثلث الأخير من الليل، واللي هي بقى تبدأ القيام من الساعة 2 مثلا أو من الساعة 3 ونص حسب أذان الفجر. تبدأ بقى أنت تقيم بالليل كده في هدوء وسكينة. ده برضو حاجة تانية كده يا جماعة. يعني دي برضو لا، لازم تجربوها. لو محدش جربها لازم تجربوها بجد، وهي صلاة القيام. بتصلي اي عدد ركعات يعني، هي المفروض ما لهاش اصلا مفروض يعني. لو انت مش بتصلي صلاه التراويح انت ممكن تصليها بالليل برضو 11 ركعه.
فهي ملهاش اي عدد من الايه، من الصلاه، او العدد اللي هي تصليها قد ايه. انت ان شاء الله ركعتين وتدعي بقى فيهم. ودي بقى رقم 4، الدعاء. ان انتوا تقعدوا تدعوا يا جماعه، سواء صلاه الظهر، العصر، المغرب، الفجر، وانتوا ماشيين وانتوا خارجين وانتوا طالعين تدعوا، ودي اهم حاجه. خامس حاجه بقى وهي ان احنا نختم الصلاه. انا يا جماعه يعني اقول على نفسي، انا اتكلم عن نفسي، احيانا ما بختمش الصلاه كتير، او احيانا بمشي على طول. ليه؟ لو ايه ختم الصلاه ان احنا نقرا ايه الكرسي ونسبح ونحمد ونكبر 33 مره. طبعا انا مش بعملها في كل الاوقات، بس انا عاوز ابدا ان انا اعملها ونختم الصلاه ده. يعني ربنا قال ان انت لو بتختم الصلاه ايه الكرسي بعد كل صلاه لم يمت الا ويدخل الجنه، يعني هتموت دخلت الجنه على طول. فدي حاجه سهله ان احنا ندخل الجنه، فما نعملهاش ليه؟ فدي برضو عايز اعملها، ان انا ايه، ان احنا نختم الصلاه وان احنا نسبح ونحمد ونذكر ربنا. وطبعا دي برضو هتيجي بعديها ان احنا نصلي السنن. برضو من الحاجات المهمه جدا ان احنا نصلي السنه بعد الايه، بعد اي صلاه. طبعا زي ما قلت لكم ان السنه بقى تقرب الى الله وتقرب الى الله ورسوله وهكذا. رقم 7 بقى، ودي الحاجه المهمه جدا جدا جدا، ودي اللي لازم تعملها وتزود فيها، وهي قراءة القرآن. قراءة القرآن طبعا ده من أكثر العبادات تقربا إلى الله، إن أنت تقرأ إيه؟ تقرأ قرآن. طبعا اللي ما يعرفش، أنا عامل جروب تليجرام بننزل فيه ورد يومي عموما، غير رمضان بننزل فيه ورد يومي مش هيكمل ربع ساعة معاك. وفي رمضان إن شاء الله لسه ما خدتش استفتاء أو ما خدتش رأي في الجروب إن إحنا نعمل إيه، بس ممكن تدخل من دلوقتي، تبدأ من دلوقتي. و كمان في رمضان هيساعدك اكتر على ايه، على اللي انت مثلا بدات انت تتعود، في رمضان هيساعدك اكتر واكتر ان انت تقرا. رابع حاجه يا جماعه وهي النيه. بجد طلعت يا جماعه ان النيه بتفرق جدا والله. يعني نيه انت مثلا رايح الكليه فبتديها نيه ان انت طلب العلم. نيه مثلا مامتك طلبت منك حاجه فتاخدها نيه بر الوالدين. النية مثلا ان انت رايح الشغل فانت نية ان انت بتشتغل عشان تجيب فلوس عشان تاكل بالحلال. فطلعت يا جماعة ان هي ما كنتش متوقع كده، ليها حاجات كتيرة جدا. فطلعت ان هي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ولازم لازم لازم يا جماعة ان احنا نعمل نية. وبفكر نفسي عشان أنا بنسى دي دايما وبقعد اصيح هلو كده ان احنا ايه، ليه ما احطش النية في الموضوع؟ ليه ما مش اي كل حاجة اعملها بالنية ودي تاخد اجر عليها؟ ودي حاجات مهمة جدا جدا. وبرده تعمل حاجة غالبا وهي الصدقة. تصدقوا يا جماعة حتى لو بجنيه. يعني انا مش فاكر الحديث بس هحاول احطه لكم، ان ربنا كل يوم الصبح بيقول ايه، اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. هو كل يوم الملك بيجي بيشوف انت هتنفق ولا مش هتنفق. فانا مش بقول لك مثلا كل يوم، كل يومين، كل 3 لقيت واحد في الشارع، يعني مش هقول لك اديله جنيه، اديله 5 جنيه مثلا، اديله اي حاجه حتى لا تذكر، بس هي من عند ربنا ايه، حسنه ب10 امثالها. فبرضه نتصدق. حاجه ال 11 بقى، وهي دي بعيده شويه بقى، يعني ايه كده احنا خلصنا الحاجات المهمه الاساسيه اللي مستحيل انك لازم تستغنى عنها. ندخل على الحاجات اللي انا عايز اعملها بقى في رمضان. واول حاجه ان انا عايز اسمع سلسله السيره النبويه لاحمد عامر. سلسله السيره النبويه لاحمد عامر هي حوالي 25 26 فيديو عن السيره النبويه. طبعا كل اللي دخلها قال ان هي تحفه. فانا قررت ان انا اسمعها في رمضان، خلال رمضان كل يوم مثلا اسمع حلقه. وان انا كمان يعني ايه اشجعكم ان انتوا ايه تسمعوها. فحبيت ان انا اسمعها جدا. هيقولوا لي طب في ناس تبقى مثلا في المواصلات والحاجات من دي، فممكن الفيديوز مثلا ما عندهمش مساحه على الفيديوهات عشان هو بيبقى على اليوتيوب. فهسيب لكم اللينك في الديسكربشن ان على ان في اوديوز واحد كان منزلها على جوجل درايف. كان كل سلسله السيره النبويه على جوجل درايف، يعني اسمعها كايه كاوديو. فتحفه. هنزلها لكم في الديسكربشن برضو. جروب تليجرام بتاع القران هحط لكم في الديسكربشن، يعني هحط لكم كل حاجه في الديسكربشن. فدي من الحاجات المهمه ممكن تعملها. ممكن انت تغيرها، ممكن انت مثلا تقول هسمع مثلا تدبر القران، مثلا حلقات تدبر القران، فانت دي كل واحد بتختلف من التاني. بس انا هسمع سلسله السيره النبويه، وقولوا لي في الكومنتس لو هتسمعوها معايا عشان نشجع بعض. رقم 11 بقى، ودي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله دي هعملها في خلال رمضان على الانستجرام. ان انا هعمل ايبيزودز ليه لا، يعني هكمل سلسله ليه لا، لان انا موقف جامد على الانستجرام بصراحه، يعني بتوع الانستجرام هيضربوني. من ليه لا، بس حاجه جديده مش عايز احرقها، بس بتاع اليوتيوب هقول لكم نبذه كده. وهي هيكون 10 حلقات ليه لا خلال رمضان، هتنزل مستمره. ما اعرفش هنزلها كل امتى، بس هي هتكون 10 حلقات ليه لا عن رمضان، يعني في خلال رمضان. تبقى اكسبشن كده في رمضان. فمتحمس ليها جدا، بس انا لسه ما صورتش فيها اي حاجه. فادعوا لي ان ربنا يقوي لي واصورهم، عشان حاسس ان هي هتعجبكم جدا. رقم 12 بقى، ودي عايز اعمل لكم فيديوز على اليوتيوب وعلى الانستجرام. كده كده خلاص هعمل على الانستجرام. على اليوتيوب عايز اعمل فيديوز منتجه
عايز مش عارف هعمل ايه على الفيديوز على اليوتيوب، حاجات منتجه او حاجات انتوا بتحبوها، فممكن تكتبوا لي في الكومنتس عشان خاطر عايز اصور لكم فيديو مثلا ايه في مع ان رمضان مش عايز ان انا اصور فيديوهات كتيره لان انا اكثر العباده، بس ممكن حاجات تشجعكم، حاجات نتكلم فيها. فقولوا لي في الكومنتس على الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها اكتر على اليوتيوب او على الانستجرام عادي، تكتبوا لي في الكومنتس. ده بقى يجي لنا الرقم 14 وهو ان احنا عايزين نقلل السوشيال ميديا. عايز اقول لكم يا جماعه، يعني كلنا بنقعد على السوشيال ميديا وبتاع، بس حتى يعني انا لقيت نفسي بعد وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، فحسيت ان انا عايز اقلل السوشيال ميديا، حتى لو ممكن اصور واعمل مونتاج وانزله، بس ما اقعدش على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا احيانا بتودينا بقى للحاجات الاغراءات، والناس بقى وخارجه والناس عامله وبتاع، فتحسس ان احنا ايه، احنا يا جماعه احنا مش عايشين وبتاع، لا احنا عايشين يا جماعه وبتاع، بس السوشيال ميديا بيحبوا يهولوا للموضوع والكلام ده. فحبيت اقلل السوشيال ميديا، وممكن احط حاجه بدلها، ودي رقم 15، ان انا اقرا كتاب مثلا، او ان انا اعمل مونتاج فيديوز، اعمل فيديوز ان انا اسمع السيره النبويه، يعني في حاجات كتيره. فرقم 15 ان انا اقرا كتاب، في كتاب كان العادات الذريه ما خلصتش قراته، فممكن انا ايه اكمل قراءته، ممكن انتوا تستبدلوه بحاجه تانية مثلا. برضو رقم 16 ودي برضو تبع تقليل السوشيال ميديا، ان انا اللي ما يعرفش انا كليه كمبيوتر ساينس، فان انا عايز احل بروبلم سولفنج كتير. انا بحل بس بشكل متقطع بصراحه، فانا عايز احل، يعني لو انا حليت مساله كل يوم، هي تعتبر شبه مسائل، الناس اللي مش عارفه هي بروبلم سولفنج دي يعتبر مسائل برمجه كده، فانا لو حليت كل يوم مساله هكمل في الشهر 30 مساله في 30 يوم في رمضان. فيعني ان شاء الله احل كل يوم مساله وما تكاسلش. فان شاء الله خير يعني. ففكرت يا اما نقرا كتاب، يا اما ان احنا نحل بروبلم سولفنج اللي هو بديله من عن ان احنا نقعد على السوشيال. اخر حاجتين بقى، انا عارف انتوا زهقتوا، حاسس انتوا زهقتوا، بس ما تزهقوش ان شاء الله، يعني تستفادوا، يعني بجد بجد يا رب تستفادوا من الفيديو ده. وهو اخر حاجتين، اول حاجه ان احنا عايزين ان احنا نقلل السكريات الصناعيه، دي بالنسبه لي يعني قلت برضو اشارككم اللي انا عايز اعمله، اقلل السكريات الصناعيه اللي هي من الحلويات اللي احنا بنجيبها من بره، مع ان احنا عارفين ان في رمضان اصلا بتبقى كنافه بقى وقطايف وحاجات من دي، بس دي ماشي، دي مسموح بيها يعني ماشي. انا قصدي بقى على حلويات بقى اللي هي بقى ايه بتبقى عند على السوبر ماركت والحاجات من دي، فحاول ان احنا ايه نقللها خالص خالص، لان انا في الفتره دي انا مدمن حلويات بصراحه، يعني عشان مش عارف ليه، بس انا مدمن حلويات، فحاسس عايز ان أنا اقطعها، او مش اقطعها مره واحده، اقل الكميه، بدل ما اجيب مثلا بسكوت وبتاع وبتاع وبتاع، فاجيب حاجه واحده مثلا، وهكذا نحاول ان احنا ايه نقلل الحلويات. اخر حاجه بقى، وان احنا يا جماعه اهتموا بنفسكم، وانتوا رايحين تصلوا البسوا احسن الثياب، وانتوا نازلين برضو تصلوا حطوا يعني حطوا عطر مثلا، حطوا مسك، ده لو ولاد. البنات يعني تحاول ان هي تعطر لبسها من الصبح مثلا، عشان اللبس الريحه ما ينفعش ان البنات تحط ريحه وهي خارجه، ان هي مثلا لبسها يبقى حتى ايه عقبال ما ينشف مثلا من الصبح، فالريحه تكون هديت خالص، فمجرد بس ايه الريحه تبقى بالنسبه لها جواها يعني او كده. فانتوا تحاولوا ان انتوا تهتموا بنفسكم، ما تروحش يا جماعه شعرك منكوش ولبسك اي حاجه عشان انا بلحق الصلاه، لا يعني حاولوا ان انتوا تبقى لبسك احسن لبس، وتبقى شيك، وتبقى مهندم. ودي من الحاجات المهمه جدا جدا، وده اللي انا اصلا ايه غرضي منه على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى اليوتيوب غالبا في فيديو قريب جدا عن الموضوع ده، وان احنا ازاي نعمل ستايلينج. بصوا بديكوا يعني بديكوا كده حاجات اكسكلوسيف كتير جدا. بس يلا، وده كان اخر الفيديو، يا رب يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس الحاجات اللي انتوا هتعملوها. احنا حوالي جمعنا 19 حاجه مثلا، فلو اي حد فكر في حاجه تانية اكتبها لي في الكومنتس، هحاول ان انا ممكن اعملها. طبعا كل الحاجات دي انا هعمل لكم ابديت عليها على ستوريز على الانستجرام، على الانستجرام بتاعي نادر ايهاب 123. فما تنسوش تعملوا لي فولو هناك، وما تنسوش ان انتوا لو استفدتوا تقولوا لي انتوا استفدتوا بجد، ولو محتوى الفيديو عجبكم قولوا لي برده. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا، ورمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونوش في دعائكم، وانا مش هنساكم في دعائي ان شاء الله. باي باي.